والخطة نجحت معاهم، وفعلا بقى عندهم سمك كتير وبدأوا يبيعوا السمك ده ويبقى معاهم فلوس. وما اكتفوش يعملوها مرة واحدة، بقوا يعملوها على طول وكل أسبوع، ومفكرين إن هم عملوه ده صح وإن هم ضحكوا على ربنا. ومش بس كده، بدأوا يتريقوا على أهل القرية التانيين اللي ما عملوش زيهم وكانوا صابرين على قضاء ربنا. وأهل القرية الطيبين فضلوا ينصحوهم ويقولوا لهم بلاش، ربنا هيزعل مننا، احنا عايشين في نفس القرية، ربنا هيغضب علينا كلنا واحنا ما عملناش حاجة وملناش ذنب. بس هم برضو كانوا مكملين. فأهل القرية الطيبين قالوا لهم خلاص اخرجوا من القرية بتاعتنا وما تعيشوش معانا. فطبعا اللي عصوا ربنا ما كانوش موافقين وقالوا لهم لأ، احنا هنا عايشين زينا زيكم. ففي الآخر اتفقوا ان هم هيبنوا سور يفرق ما بين أهل القرية الطيبين اللي سمعوا كلام ربنا وأهل القرية اللي ما سمعوش كلام ربنا، وخلاص بقوا متخاصمين. لا أهل القرية الطيبين